بما اننا النهاردة بنتكلم عن فيلم بيدور عن الكورة، فما لقيتش فرصة احسن من دي علشان اوريكم مهاراتي وقدراتي الفنية بالكورة. معلش بس هي مرهقة حبتين تلاتة، وده لانها قبل كده عاملة 35 حادثة، فالحمد لله على كل شيء. بصوا دي، بصوا بقى دي بالكتفين اهو. طبعا برضه انا مش عاوز ازود في المهارات قوي علشان المكان مش مساعدني وكده. يعني بصوا دي مثلا. انا بقول نخش في الحلقة. صح، يلا بينا. And then we have one goalkeeper, then two defenders, then maybe one and one. بس انا والله انا مش مقتنع الصراحه. انا عندي دماغي، انا عندي بص من فضلك، انا ما تبوظليش اللي انا بفكر فيه من فضل حضرتك. الحريفة الجزء الثاني الرومونتادا، تقريبا ده أول فيلم مصري ينزل منه جزئين في نفس السنة. لو تفتكروا في يناير اللي فات الجزء الأول نزل وحقق نجاح كبير جدا، وإيرادات وصلت ل 73 مليون جنيه. طبعا ده رقم كبير على فيلم يعتبر كله تجربة شبابية. فالنجاح اللي حققه الجزء الأول خلى صناع الفيلم يتشجعوا ويقدموا جزء تاني. الفيلم من بطولة نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة وعبد الرحمن محمد، ومن تأليف إياد صالح، ومن إخراج كريم سعد في أول تجاربه الإخراجية. وبالمناسبة هو اللي كان مونتير الجزء الأول. قصة الفيلم من غير حرق بتدور بعد ما الحريفة بيكسبوا بطولة المدارس في الجزء الأول، وعلى أثرها بياخدوا 1,000,000 جنيه وبيقرروا إن هم يفتحوا مشروع مجمع ملاعب باسمهم، وكمان بيجيلهم منحة دراسية في جامعة انترناشونال. ولكن لما بيروحوا الجامعة بيتفاجئوا إن طبعا في مستوى كبير جدا ما بينهم وما بين الجامعة، فده بيخليهم يتحطوا في مواقف وتحديات صعبة خلال الأحداث. طيب تمام، نخش في المميزات. أول ميزة القصة. علشان ما اضحكش عليكم، قصة الجزء الثاني تعتبر هي نفس قصة الجزء الأول، بنفس طريقة السرد وتسلسل الأحداث مع اختلافات بسيطة جدا. يعني مثلا في الجزء الأول الحريفة كانوا في المدرسة، في الجزء الثاني بقوا في الجامعة، فالفوارق ما بين القصتين بسيطة جدا. وبرغم كده طول مدة الفيلم اللي حوالي ساعتين وشوية، انت هتبقى قاعد بتتفرج مبسوط بالاحداث اللي بتشوفها قدامك. وده يرجع لسببين. السبب الاول ان نفس الاجواء اللي انت حبيتها في الجزء الاول موجودة في الجزء الثاني. والسبب الثاني، ودي نقطة انا بأكد عليها من مراجعة الجزء الاول، ان اي حد بيحب وبيلعب كرة هتستمتع جدا بالفيلم، خاصة الجزء الثاني. ليه؟ لانك في الجزء الثاني وانت بتتفرج هتلاقي ان هي نفس طريقة السرد، هتبقى متوقع الاحداث، سهل جدا هتبقى متوقع نهاية الفيلم. بس علشان انت بتحب الكورة فبرضه هتبقى قاعد مستمتع ومش هتحس بملل، وهتلاقي ايقاع الفيلم معاك سريع جدا. برضه من الحاجات المميزة في الفيلم السيناريو من الناحية الكوميدية. جرعة الكوميديا هنا بتكون اعلى من الجزء الاول، وبنعرف نستغل الفرق في المستوى ما بين الجامعة والناس اللي موجودة هناك، ومستوى الحريفة بقى وطريقة التعامل. بنعرف نستغل الحتة دي قوي، وبنقدم من خلالها مواقف كوميدية حلوة جدا. ومدام جبنا سيرة الكوميديا، فحب اقول لكم ان اكتر حد هيضحككم في الفيلم هو كزبرة. اول ما الحريفة هتدخل الجامعة، اول واحد هتلاقوه بيتعرض لمواقف وبيضحككم وبيقع في مشاكل هو كزبرة، واخد مساحة كوميدية اكبر من الجزء الاول. وبصراحة هو عارف يستغلها كويس جدا. كمان ليه لحظات درامية في الفيلم أنا شخصيا اتفاجئت منها. حتة عندنا طالعة. How you doing؟ واحنا في حد بيلعب زينا ولا ايه يا حريف؟ تاوي هنلعب كورة يعني هنلعب كورة. تاني ميزة الأداء التمثيلي. في رأيي الشخصي من أهم أسباب نجاح الجزء الأول إننا لما دخلنا اتفرجنا على الفيلم لقينا مجموعة شباب كل واحد فيهم بيلعب دور لايق عليه جدا، ما بينهم كيمياء حلوة، فحبينا الفيلم. ويعتبر الكلام ده كله موجود في الجزء الثاني، استمرار الكيمياء الحلوة اللي ما بين الأبطال. كل واحد فيهم بيعدي عليه لحظات درامية في الفيلم، والكل بيقدمها بشكل جيد. بالإضافة كمان لضيوف الشرف كلهم كانوا كويسين، خاصة أحمد فهمي. تالت ميزة الإخراج. يحسب للمخرج كريم سعد في أول تجاربه الإخراجية إنه قدر مع مؤلف الفيلم إن الاتنين يحافظوا على نفس الأجواء اللي حبيناها في الجزء الأول. كمان تصوير الماتشات وحركة الكاميرا بتخليك كده قاعد متحمس وانت بتتفرج على الماتش، وبلغة المعلقين قاعد هجمة بهجمة.
الجزء كمان اللي كان متصور في البرتغال عجبني جدا. برضو من المميزات اللي موجودة في الفيلم الموسيقى التصويرية الحماسية، والأغاني اللي في الفيلم كانت مناسبة جدا للمود بتاع الأحداث. وبس كده المميزات خلصت، نخش في العيوب. بصراحة كنت أتمنى في الجزء التاني أشوف قصة مختلفة. هتقولي يا عم طب ما أنت كنت قاعد بتتفرج ومبسوط والدنيا زي الفل، هقولك تمام أنا معاك في الكلام ده كله، بس أنا كنت داخل أتفرج وفي دماغي إن هشوف قصة مختلفة. أو ما عنديش مشكلة إنك تقدم نفس قصة الجزء الأول بس بطريقة سرد مختلفة. يعني كنت مثلا أتمنى أشوف الحريفة بيواجهوا تحديات أصعب، يقعوا مثلا في مشكلة أو في موقف يخليني أفكر طول الفيلم طب هم هيحلوا المشكلة دي إزاي. كل ده للأسف ما حصلش في الفيلم. كمان نيجي لآخر جزء في الأحداث وهو جزء البطولة، وده يعتبر أهم جزء في الفيلم كله. احنا بنشوف ان الحريفة بيدخلوا البطولة الدولية للجامعات، والنقطة دي موجودة في الإعلان عشان بس محدش يقول لي انت حرقت وانت عملت والكلام ده. الحتة دي أو الجزء ده من الفيلم أنا حسيت إن هو اتكروت بشكل خلاني محسش بقيمة البطولة. ده في الجزء الأول كانوا بيلعبوا يدوبك بس البطولة على مستوى المدارس، وكنت معاهم لحظة بلحظة ومتحمس وناقص إن أنا أبقى عايز أنزل ألعب معاهم. في الجزء التاني ده الموضوع بقى على أوسع، ده بيلعبوا باسم مصر وبيقابلوا ألمانيا والمغرب. ما حسيتش بقيمة البطولة، ما حسيتش كده ان فيه اهتمام. الجزء ده من الفيلم اتكروت بشكل انا بصراحة استغربته جدا. فمش عارف هل مثلا الكروتة دي حصلت علشان صناع الفيلم ينزلوا الجزء التاني في نفس السنة اللي نزل فيها الجزء الاول. انا مش عارف، بس الحتة دي كانت ممكن تتظبط اكتر من كده. كمان الجانب النسائي في الفيلم ضعيف جدا ومش مؤثر على الاحداث خالص. بس كده العيوب خلصت، نخش في التقييم النهائي. تقييمي لفيلم الحريفة 2 الرومنتادا هو 7.5/10. ولو سألتوني أنهي جزء حبيته أكتر فأنا هميل للجزء الأول، بس طبعا في الأول وفي الآخر الرأي ليكم انتوا. اللي شاف الفيلم ياريت يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في التعليقات وأنهي جزء حبه أكتر. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشاركوا الحلقة في كل مكان واشتركوا في القناة لو أول مرة، وما تنسوش تتابعوا صفحة سينما أونلاين على الفيسبوك. ألف شكر على المشاهدة، أشوفكم على خير، سلام.